الواي التاني او الطريق التاني اللي الشركات ممكن تزود بيه البرودكت لاين لينث، او انها تزود بيه عدد المنتجات في البرودكت لاين، هو البرودكت لاين ستريتشنج، ان انا امطه. ايه الفرق بين البرودكت لاين فيلنج والبرودكت لاين ستريتشنج؟ البرودكت لاين فيلنج ان انا بضيف منتجات شبه اللي موجوده بالفعل، شبهها في السعر، شبهها في التارجت كاستمرز، شبهها في اماكن البيع، شبهها في حاجات كتير. البرودكت لاين ستريتشنج او ان انا امط البرودكت لاين، مش ان انا بضيف حاجات شبه اللي موجوده، لا، ده انا بضيف حاجات او منتجات غير اللي موجوده، يا اما اعلى من اللي موجوده، فبيسموه upward stretching، ان انا بمط لفوق، بضيف حاجات عاليه او منتجات عاليه في السعر، بتستهدف تارجت كاستمرز بقوه شرائيه اقوى، بتستهدف او بنحط برودكتس ليها امكانيات اعلى، يبقى ده اسمه upward stretching. يا اما ان انا بمط اللاين داون وورد. داون وورد يعني ايه؟ داون وورد يعني بنزل لتحت، ان انا بضيف منتجات سهله، ارخص في السعر، بتستهدف تارجت كاستمرز قوتهم الشرائيه اقل، الامكانيات المنتجات الجديده اقل من امكانيات المنتجات اللي موجوده اوريدي بالفعل. يبقى هنا الاستريتشنج ان انا بمط اللاين، بضيف منتجات مختلفه عن اللي موجوده بالفعل. المنتجات المختلفة عن الموجودة بالفعل ممكن تبقى أعلى من اللي موجودة، فبنسميها upward stretching. ممكن تبقى أقل من اللي موجودة، فبنسميها downward stretching. الداونورد ستريتشنج ده لما الشركات بتقرر تنزل منتجات أرخص في السعر زي ما قلنا، وعلشان تسد الفجوة اللي موجودة واللي من خلالها المنافسين بيستهدفوا الشرايح هي ما بتستهدفهاش، او ان المنافسين اوريدي قرروا يشتغلوا على المنتجات شبه اللي عندي، وبالتالي انا قررت انزل لهم زي ما هم قرروا يجوا لي في ملعبي، انا قررت اروح لهم وانزل لهم في ملعبهم برضو. من هنا بيجي مصطلح داونورد ستريتشنج او ابورد ستريتشنج، او في شركات بتعمل ستريتشنج في الاتجاهين، داونورد وابورد مع بعض. الداون وورد ستريتشنج ده بيحصل لما الشركة بتقرر او بتلاقي ان الجروث او الماركت ده بينمو ناحية السيجمنت دي، سلو سيجمنت او اللو اند سيجمنت. والله ده البيع كله او الناس كلها عندها ازمة اقتصادية مثلا، فبتتجه لشراء المنتجات اللي هي مش غالية في السعر. طب ما انا اعمل داون وورد وانزل منتجات تستهدف الشرائح دي. او ان الشركات شافت انها لو اتجهت ابورد ده افضل بالنسبه لها، لانها ساعتها هتنتج برستيجيوس برودكتس او منتجات ذات برستيج عالي اكتر من المنتجات اللي موجوده اوريدي حاليا. او لقيت ان البروفيت او الربح اللي بيوصل لها لما بتبيع المنتجات الغاليه دي ده بيجيب لها ربح اعلى، فبالتالي هتتجه ناحيه الابورد ستريتشنج، ومع الاحتفاظ باللاين اللي موجود اوريدي دلوقتي. يبقى هنا في يا اما الابورد ستريتشنج ده ان انا انزل منتجات اعلى من اللي موجوده معايا حاليا، او الداون وورد ستريتشنج اللي هو انزل منتجات اقل شويه من اللي موجوده عندي حاليا. كل استراتيجيه من دول ليها وجهتها وليها اسبابها. مثال واضح وصريح للابورد ستريتشنج والداون وورد ستريتشنج اللي عملته بي ام دبليو. بي ام دبليو اوريدي عندها لاين من السيارات زي الفئة السادسة مثلا، الزد 4، الفئة السابعة، الفئات المختلفة من بي ام دبليو. بي ام دبليو قررت تعمل برودكت لاين ستريتشنج. هل هتتجه ابورد او هتتجه داون وورد؟ هي اتجهت الاتجاهين. اتجهت داون وورد ونزلت سيارات زي ميني كوبر موجهه لفئه اخرى من المستخدمين اقل من البي ام دبليو شويه، واتجهت اب وورد ونزلت او انتجت الرولز رويس، دي طبعا موجهه لنوعيه تانية خالص من المستخدمين اللي هم غير طبعا المستهدف بيهم ميني كوبر او حتى سيارات بي ام. واتجهت الى انها تعمل ستريتشنج اب وورد بانها انتجت سيارات رولز رويس، باعتبار ان هي هتستهدف دي عباره عن هاي اند برودكت وتستهدف نوع مختلفين من اليوزرز. هنا دي استراتيجيه اتبعتها شركه زي بي ام دبليو علشان تعمل ايه؟ تعمل دي لاين ستريتشنج من خلال انها زودت البرودكت لاين لينث، وده احد اهم القرارات المهمه اللي ليها علاقه بالبرودكت لاين. دي عناوين على كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا.
هتلاقوا البرزنتيشنز دي يا اما في صورة باوربوينت برزنتيشن، يا اما في صورة اوديو، يا اما في صورة فيديو عبارة عن برزنتيشن مع اوديو، علشان اي حد عايز يستفيد من الماتيريال اللي موجودة، سواء كان يقراها على هيئة باوربوينت برزنتيشن او يسمعها عن طريق اوديو او يشوفها فيديو على اليوتيوب، بتجمع ما بين البرزنتيشن وما بين الشرح. واتمنى ان الكل يستفيد، وان شاء الله نتقابل في سيشن بعد كده.